السلام عليكم، ورجعت لكم بعد ما جهزت كفتة الرز غدا النهارده. صبعتها صوابع صغيره وصبعتها قرص كده مدوره حلوه قوي. الصوابع الصغيره ديت انا بعملها عشان خاطر عندي طفل صغير الشكل ده بيعجبه يعني، فبعمله بس حلو قوي. وطبعا دخلتها شويه تبريد عشان خاطر تتشمع، تبقى ماسكه نفسها كده وانا بحمرها. وهنا قورت الكوسه الاول، بقشرها وبعد كده بقورها. الكوسه عندي تقورتها ما تبقاش كتير يعني عشان تبقى ماسكه نفسها وهي في الحله، ما تبقاش دايبه وتقع في الحله. وده القلب بتاع الكوسه، انت طبعا بحطه في الارضيه تحت كده. الكوسه عندي جاهزه متقشره ومتقوره، وهدخلها التلاجة لبكره ان شاء الله على الحشو. وطبعا الكفته بقى انا هحطها دلوقتي على النار عشان خاطر تاخد من فوق من تحت كده الوشين التحمير بتاعها. وبالليل ان شاء الله البتنجان ده ان شاء الله هقوره وهقليه وادخله برده التلاجة عشان يبقى جاهز برده كده زي الكوسه بكره ان شاء الله. ويلا بينا نحط طاسه على النار سخنه كده حلوه، تبقى الطاسه سخنه حلوه. نحمر الكفته على الوشين. وهنا الحاله دي فيها الشوربه المجمده اللي كنت قلت لكم انا مخزنه شوربه عندي من العيد، هسقط فيها الكفته على طول. انا بحب الكفته دي بالذات بحب اسلقها بشوربه فراخ، لحمه، بط، اي حاجه. لو وصلت لحد هنا حبيبتي يا ريت تعملي لي لايك بعد اذنك، لايك وتعملي لي فولو وتعملي لي شير. انا بحط هنا الطاسه اهي الكفته تتحمر تحمير حلو قوي، مش اي كلام كده. برضو ده نوع من انواع التشميع عشان خاطر ما يخش الشوربه ما يتهرش. جبت عيش بلدي بعملها تصفيه كده، بصفي فيها الكفته من الزيت. بصراحه كده احسن، يعني احسن من المناديل بحس ان هي الحاجه بتعجن. على ما الكفته بقى تتعمل وتتحمر وتخلص تحمير، نبقى نعمل احنا الجلاش بتاعنا بالمكسرات. بندهنها الاول الارضيه، بندهنها سمنه، عندك سمنه عندك زيت عندك زبده المتاح. المقاس الصينيه ده اكبر صينيه، هو طقم جاي 3، ده اكبر صينيه، ده مقاس اكبر صينيه عندي في الطقم. بدهن الارضيه وبعد كده بجيب لفه الجلاش بالوايب كده، بقوم قسمها نصين 2 بس، ولا بحط بين الطبقات زيت ولا بين الطبقات زبده ولا بين الطبقات سمنه، هو كده بالوايب بقسمها نصين. النص اللي تحت هتحطه تحت اهو، 1 2 هوبا، او مطرح حتى، لا ايوه اظبطيها كده لها عرض وطول، فاظبطيها نظبطها على قد البتاع. ومن طرف تاني نتنيها، يعني طرف مظبوط وطرف متني، وحاجه بسيطه قوي كده على الطرف النص كده عشان خاطر اما تحطي مكسراتك تثبت في السمنه، ما تروحش لا يمين ولا شمال، ما تبقاش تجرم في الحاجه دي. حبه بتاع مكسرات كانوا باقيين عندي من رمضان، بس برضو انا بحطهم لقيتهم كتير فقلت لا، يعني لان لسه احط عليهم جوز هند، فقلت لا اخليهم احط عليهم شويه جوز هند، واحط على الباقيين دول جوز هند احطهم في التلاجة لمره ثانيه، او مثلا المهلبيه او رز بلبن او اي حاجه من كده. بعد ما حطيت المكسرات اللي انت عايزاه بقى، عندك زبيب، عندك عايزه تعمليه ساده على فكره تقومي رايحه حاطه اللفه كلها. لو انت عايزه تعمليه ساده حطي بقى. هنا الطرف اللي هو مش متني حطيته على الطرف المتني، والمتني حطيت عليه الطرف المستوي بحيث ان هي تبقى كلها تبقى في سوا واحد. كده خلصت الطبقات كلها. تبدا ان انت نعملها. انا دايما بحب اقطعها بالسكينه المشرشره. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعتها 5 قطع بالطول و3 قطع بالعرض، ماشي. وبعدين اخر حاجه بعد ما قطعتها بجيب كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع سمنه، زيت، زبده، اي حاجه، واقوم رايحه حطها كده اهو. طبعا انا ولعت على الفرن لان الجلاش من الحلويات اللي عايزه تسخين جامد جامد جدا. بحطها كده وازقها في الفرن على طول. هنا الشوربه دابت خلاص وغليت، وادي الكفته بسطتها فيها.
ماشي. ان شاء الله الحاجه لما تستوي، الحاجه كلها على النار، ده على النار والتانية في الفرن، لما حاجه تستوي هوريها لكم برضو في فيديو جديد. مع السلامه، باي باي.